الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. مرحبا وأهلا وسهلا بالسيدات والسادة الإعلاميات والإعلاميين المحترمين في هذا اللقاء التواصلي الخاص بالوضعية الوبائية لداء كورونا المستجد، كورونا فيروس كوفيد 19. هاد الندوة الصحفية علاش اخترناها؟ ما كاينش حاجة جديدة خطيرة ولا شي حاجة، ما تخلعوش. حنا غير قلنا يكون واحد اللقاء تواصلي بناء على واحد البلاغ صدر البارح من صدرته لجنة القيادة الخاصة بمتابعة اليومية للتطورات ديال هاد الداء دوليا وإقليميا ووطنيا. بغينا نطمئنوا من خلالكم المواطنات والمواطنين الوضعية الحالية اللي فيها بلادنا والاستعدادات الجارية التي نقوم بها جميعا بطريقة تشاركية وتعاونية من قبل الجميع. وكما تعلمون فإنه منذ ظهور وبدء انتقال هذا المرض، مرض كورونا المستجد، والذي أطلقت عليه منظمة الصحة العالمية اسم كوفيد 19، منذ انتقل من موطنه الأصلي إلى 60 بلدا الآن، 60 بلد، 60 دولة، وحصد أكثر من 3000 تقريبا شخص، ولكن يصيب اليوم 90,000 شخص على الأقل عبر العالم، عبر 60 دولة. وهذه التطورات كان لا بد معها أن تأخذ بلادنا احتمال انتقاله إلى وطننا. هذا الاحتمال ديما كاين، الحمد لله إلى حد الساعة لم يثبت هذا، لكن نأخذ هذا الاحتمال بمحمل الجد. ومن هنا اتخذت عدد من الإجراءات الاحترازية والاحتياطات، وذلك منذ الأيام الأولى لظهور المرض. وكان على رأسها أن أمر جلالة الملك حفظه الله بتنقيل أفراد الجالية المغربية الذين كانوا موجودين في مدينة ووهان الصينية إلى أرض الوطن، وباحترام المعايير الصحية الضرورية لحماية الوطن وحمايتهم أيضا وحماية أسرهم. وهذا ما تم فعلا. كانت العملية ناجحة، شاركت فيها عدد من المتدخلين، كلهم شاركوا فيها فعلا. استقبل هؤلاء المواطنات والمواطنين المغاربة 167 استقبلوا في أرض الوطن. كانت طائرة خاصة، ونقلوا تحت المراقبة الطبية والصحية إلى مستشفى سيدي سعيد بمكناس والمستشفى العسكري بالرباط. وانتهت الفترة هي المراقبة الطبية، والحمد لله اللي دامت 20 يوم بسلام، والتحقوا بأسرهم وعائلتهم وهم مطمئنون، وأسرهم وعائلتهم مطمئنون. نجاح هذه العملية دليل على أن بلادنا كتأخذ هذا الأمر محمل الجد، وكتعامل معاه وفق الشروط الصحية الضرورية وفق المعايير الدولية في تنسيق تام مع منظمة الصحة العالمية، كما هو الحال بالنسبة لدول العالم كلهم كينسقوا مع منظمة الصحة العالمية، وهناك معايير دولية تتطور باستمرار. وعلى الرغم من تسجيل بعض الحالات المتفرقة في بعض الدول المجاورة، إلا أن بلدنا والحمد لله لم تسجل فيه لحد الساعة أي حالة، وذلك راجع أيضا إلى الاحتياطات الاحترازية التي شرع العمل بها في مطارات المملكة وفي موانئها وفي المداخل البرية.
وقد تم الاشتباه لحد الساعة إلى حد هذا الصباح في 27 حالة، إلا أن التحاليل المخبرية كانت سلبية وأظهرت خلوهم من هذا المرض. وأغتنم هذه الفرصة لأطمئن جميع المواطنات والمواطنين على أن الحكومة تراقب الوضع عن كتب، تتابع بكل يقظة التطورات اليومية لانتشار هذا المرض داخليا وخارجيا عبر منظومة لليقظة والرصد الوبائي وطنيا وجهويا وإقليميا، وبتنسيق بين مختلف المتدخلين، وهي مستعدة بما فيه الكفاية للتصدي لانتشار هذا المرض لا سمح الله ولا قدر الله، وأنها اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والعلاجية اللازمة في هذه الحالة، كما سيشرح السيد وزير الصحة بعد قليل إن شاء الله. وأريد أن أؤكد إلى أنه منذ المراحل الأولى تم تشكيل لجنة وطنية عليا للقيادة محورها وزارة الصحة ووزارة الداخلية والقيادة العليا للدرك الملكي، وهي التي تتابع يوميا جميع التطورات وتصوغ القواعد والتوجهات التي سنسير عليها على حسب التطورات اللي كتوقع في البلدان الصديقة وفي البلدان القريبة وفي غيرها. وأيضا هناك كما قلت منظومة لليقظة والرصد الوبائي على مستوى وزارة الصحة، وهناك لجنة علمية أيضا من الخبراء تتابع الموضوع على هذا المستوى العلمي. وأريد أن أؤكد إلا أنه يمكن أن نتخذ مزيد من الإجراءات الاحترازية على حسب التطور ديال الحالة. كل نهار كنراقبوا إلا كان شي جديد حنا كنطوروا حتى حنا الإجراءات الضرورية. ورأيتم أمس في بلاغ لجنة القيادة نصت على إجراءات جديدة التي ماشي ضروري تدخل اليوم حيز التنفيذ والتطبيق، ولكن تطبق في حسب التطورات في الوقت المناسب. مثلا بالنسبة التظاهرات الدولية التي تعقد ببلادنا بطبيعة الحال غادي تولي عندنا واحد اليقظة اليوم، يمكن شي تظاهرات تأجل، يمكن شي تظاهرات تلغى، يمكن شي تظاهرات تتم. غادي هذه القضية غادي تتبع حالة بحالة. المهم هو الصحة ديال المواطنين، ولكن ثاني ما نديروش إجراءات اللي مبالغ فيها ولا معنى لها، غير كنضروا بلادنا وكنضروا روسنا وكنلغيو أنشطة، لا، ولكن غادي تدار معايير وغادي تتبع على حسب هذه المعايير. وأيضا بالنسبة للرحلات من وإلى البلدان العالمية الشقيقة والصديقة، أريد أن أؤكد إلى أنه هذه الرحلات ليس هناك أي شيء يدعو إلى إيقافها، حتى منظمة الصحة العالمية توصي بعدم إيقاف الرحلات، ولكن برفع درجة اليقظة والمراقبة عند الدخول، وخصوصا للناس اللي كيجيو من المناطق اللي منتشر فيها هذا المرض. وأريد أن أؤكد أيضا إلى أن هناك تنسيق بين مختلف المتدخلين وعدد من القطاعات الحكومية الأخرى في هذا المجال. هناك أريد أن أؤكد على نقطة قد يكون السيد الوزير من بعد يركز عليها أكثر، وهي أن المعرفة الصحيحة بالمرض، بطرق انتشاره، بطرق التعامل مع الأشخاص المشتبه في إصابتهم أو الأشخاص المصابين به، وهو رأس الشروط الضرورية لمقاومة انتشار هذا المرض. وبالتالي فإني أدعو جميع المواطنات والمواطنين بمختلف أنواعهم بما فيهم المسؤولين بطبيعة الحال، وكذلك أدعو وسائل الإعلام الوطنية إلى الاطلاع على ما تنشره وزارة الصحة على موقعها الرسمي من معلومات وتوجيهات، ومشاهدة الملصقات والمطويات التي أعدت حول هذا الموضوع، وأيضا الوصلات والفيديوهات، وصلات
السمعية البصرية أو التعليمية التي تهدف إلى شرح كيفية انتشار هذا الفيروس، كيفية الوقاية منه، ما هي الاحتياطات الشخصية الواجب اتباعها من أجل الحد من هذا المرض. وأشير إلى أن المرجع الوحيد في المعلومات ديال التحولات والأخبار الجديدة الحالة الوبائية لهذا الفيروس وهذا المرض لا يجب أن تستقى إلا من وزارة الصحة، وهذه نقطة مهمة. وأريد أن أشير أيضا إلى أن وزارة الصحة وضعت رهن إشارة المواطنات والمواطنين رقم هاتفي اقتصادي للاتصال عند الحاجة، كيشتغل 24 ساعة 24 ساعة و7 أيام على 7. هيك السيد الوزير، السيد الوزير أكد هذا الشيء. وأمام غياب دواء لهذا المرض، كما تعرفون هذا المرض ما عندناش دواء الآن، وفي انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث الجارية في بعض الدول لإيجاد لقاح مضاد له، وهذا الشيء كتشتغل فيه فرق علمية في كثير من الدول. أذكر أن الالتزام الصارم لكل مواطن بما تمليه السلطات الصحية من إجراءات احترازية وإجراءات وقائية بشكل فردي أو جماعي شيء ضروري ومؤكد. وأيضا أؤكد إلى أهمية أن يتحمل الجميع، كلنا يجب أن نتحمل المسؤولية ونستشعر هذه المسؤولية، وهي مسؤولية فردية، يعني كل واحد عنده فيها دور. صحيح كاين اللي عنده دور أكبر، ولكن كل واحد عنده دور في هذه المسؤولية الفردية في سبيل الانتصار في معركة وقاية بلادنا من هذا المرض ومن تداعياته. فعلى المواطنات والمواطنين ومختلف المسؤولين وخاصة في مجال الصحي أن يرفعوا من درجة فعاليتهم وجاهزيتهم وأخذ الاحتياطات الضرورية في هذا المجال. وأيضا في الختام أريد أن أدعو جميع المواطنات والمواطنين إلى الحفاظ في جميع الحالات على الهدوء وتجنب أي مشاعر للخوف ولا الهلع ولا الارتباك، وأن يستمروا في أعمالهم الاعتيادية وتنقلاتهم الاعتيادية دون أي تغيير ما لم يصدر عكس ذلك عن السلطات الصحية المختصة، مع الالتزام بطبيعة الحال بقواعد الحيطة والحذر. كما أريد أن أدعو مختلف جمعيات المجتمع المدني أيضا إلى الإسهام في نشر الوعي وتأطير عموم المواطنين للتحلي بالسلوكات الإيجابية المناسبة للتعامل مع مثل هذه الوضعيات. وأغتنم هذه الفرصة رغم كل شيء لأجدد مرة أخرى التحذير من ترويج الإشاعات أو المعلومات المغلوطة أو الأخبار الزائفة. واحد كتغلط المواطنين وكدير واحد الحالة ديال الارتباك وديال الذعر لا حاجة إليه وتضرهم في مصالحهم، لأن ما بقاش كيديروا الأشغال ديالهم كما يجب، مش كيمشيوش الأعمال ديالهم بالطريقة السليمة، كيبقاو مشوشين نتيجة أخبار زائفة. وهذا خصنا نحذو منه. وبالخصوص أسرة الإعلام أرجوهم وأطلب منكم وأنتم الحاضرين معنا أن تساهموا كما كنتم دائما بكل مسؤولية في هذا الورش، بكل مسؤولية. ذاك النهار كنقراو على واحد الحالة تسجلت في ديال الاشتباه في مكناس، في شي مكان، في شي موقع كيديروا تسجيل حالة كورونا في مدينة في العنوان، وراه الداخل كيجيب البلاغ ديال وزارة الصحة وكيدير بأنها غير مؤكدة إلى آخره. ماشي معقول، لأن أغلب الناس كيقراو غير العناوين، واحد كيقرا العنوان يقول ما بقاش نمشي مكناس، كان غادي يمشي لغا كاع السفر. هادشي كيضر المواطنين، هذه ماشي مصلحة حد. فلذلك أرجو الالتزام بأقصى درجات الحيطة والحذر في إيصال المعلومة وفي صياغة العناوين وفي نقلها، لأن احنا بغينا مزيد من الطمأنة والهدوء والتعامل مع هذه الظاهرة اللي هي مقلقة فعلا عالميا، ولكن احنا عندنا ما كاين حد، ولكن نتعاملوا معها بالهدوء الضروري، ناخذوا الاحتياطات ولكن بلا ما نربكوا الحياة ديالنا وحياة المواطنات والمواطنين. وأريد أن نجدد الثقة قبل ما نقول الكلمة الأخرى، جدد الثقة في أسرة الإعلام
جميعا، في الصحفيات والصحفيين والإعلاميات والإعلاميين، في دورهم في المشاركة في معركة التوعية للوقاية ومكافحة هذا الوباء إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم، وأجدد التأكيد على أن هذا اللقاء التواصل اللي درنا اليوم يأتي في إطار الشفافية التامة التي نريد أن نتعامل بها مجتمعين مع واحد الأمر، واحد التحدي أمامنا حالا ومستقبلا. احنا راه المعلومات اللي عندك كلها وفق المعايير الدولية وفي تنسيق تام مع منظمة الصحة العالمية، والشفافية التامة، وكل حالة مشتبه فيها نقول عندنا حالة مشتبهة، وكنجريو الاختبارات والمختبرات ديالنا سيرتيفيه. شنو هي سيرتيفيه؟ معترف، مؤكدة ومعترف بها. فلذلك هذا الشيء دابا خصنا نكونوا عندنا ثقة في المسؤولين الصحيين وفي الجهات الصحية ببلادنا. وأريد أن أشكر باسمكم جميعا اليوم جميع نساء ورجال الصحة الذين هم الجيش الذي يقاوم في كل قرية وكل مدينة وكل مستشفى وكل مركز صحي، بل في القطاع العام وفي القطاع الخاص، وهم الجنود الذين يقاومون مثل هذه الآفات، وهم معبؤون وعندهم الوعي الكامل ومسلحون بالمعلومات الكافية ومستعدين. وكما قال السيد الوزير منذ قليل، ليست هذه المرة الأولى، احنا واجهنا فيروس H1N1 إلى عقلته السنة الماضية، وواجهنا مراحل أخرى سارس، وواجهنا مراحل أخرى الإيبولا، وواجهنا مراحل أخرى. فلذلك هما عندهم الخبرة الكاملة، عندهم التجربة الضرورية، عندهم المعلومات الكافية ليستطيعوا أن يواجهوا هذه الحالة. فلهم كلهم التحية والشكر، ولكم أيضا شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأريد أن أعطي الكلمة للسيد وزير الصحة. تفضل سيدي. شكرا سيد الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أنا بالدور ديالي كنبغي نشكركم على تلبية الدعوة ديالكم، وفي المداخلة ديالي غادي تكون تكملة المداخلة اللي كانت شاملة وكاملة. فالتدخل ديالي غادي يمشي في الشق التقني. لازم نأكد لكم على أن أولا وزارة الصحة ولا اللجنة القيادية وزارة الداخلية والدرك الملكي والحكومة ككل كتابع عن كتب التطور اللي كيعرف هذا الكورونا فيروس على المستوى الدولي. فبالتالي كتكون واحد المراقبة وطيدة، وكنخبروا الإعلام وكنخبروا كذلك عبر المنابر ديالنا، وكنخبروا المواطنين والمواطنات على التطورات اللي كيعرف هذا الفيروس كورونا. ما نقدرش نقول لكم حاله وبائيه لان كل بلاد وكتعرف واحد الحاله خاصه. فبالتالي لازم ننبه، لان انتم غادي تنخرطوا معنا في هذه المساله هذه باش نحاولوا ان النجاح ديال المغرب هو النجاح ديالنا كاملين، لا وسائل الاعلام ولا الحكومه كحكومه ولا المواطنين اللي غينخرطوا معنا في هذه المحاصره ديال هذا الكورونا فيروس. الحمد لله اليوم المغرب ما كيسجل حتى شي حاله، ولكن ولا بدا نعطيو واحد المؤشرات اللي ربما طمأنت للرأي العام. فبالتالي الا كنا كنقارنوا المؤشرات اللي اليوم كنحصلوا عليها، هذا الكورونا فيروس واحد الجرثومه اللي منشقه من العائله ديال الكورونا، لان انتم كتعرفوا الكورونا فيها عائلات ديال يعني 7 ديال الفصيلات ديال الفيروس. هذا الكورونا 19 ديال 2019 كسماوه المنظمه العالميه للصحه سماتو كوفيد 19، لان حتى التطور ديالو الوبائي مازال ما معروفش مزيان، ولكن اقتباسا بالتطورات الفيروسيه اللي من نفس العائله كنحددوا المده اللي يمكننا نتعاملوا معها الا كانوا اعراض عند المريض. فبالتالي المؤشرات اللي كنعرفوا اليوم على المستوى العالمي 90,000 حاله، وفي هاد 90,000 حاله سجلنا اليوم 3000 حالات ديال الوفاه. يعني كنبقاو نشوفوا هي الحالات ديال الوفاه. ولا بغينا نتكلموا اليوم على شحال ديال الحالات اللي امتثلت للشفاء، فغنلقاو 50% ديال الحالات امتثلت للشفاء، يعني 45,000 حاله امتثلت للشفاء. ما خصناش نقراو الارقام بواحد الطريقه شموليه، ما نقراوش غير العدد ديال الوفيات. الا بغينا نقارنوا الكورونا فيروس مع الحالات الوبائيه اللي عرفنا في السابق منذ السنوات الفارطه،
نقدروا نستحضروا لا غريب اسبانيول. لا غريب اسبانيول اللي حصدت في 1918 حتى 1920 الملايين ديال الوفيات. فاليوم ما كنشاهدوش نفس الحاله، يعني ما عندناش علاش يكون عندنا واحد الهلع، واحد التخوف كبير. ولا بغينا نتكلموا فقط على غريب سيزونيير، هي الزكام الموسمي. فالزكام الموسمي يقدر يؤدي ما بين 290,000 حتى 650,000 حاله ديال الوفاه في السنه. اليوم حنا كنعيشوا واحد الحاله ديال التطور ديال واحد الجرثومه اللي مازال ما قدرناش نحاصروا التطور الوبائي ديالها والتعامل معها، ولكن كتنتمي لواحد الفصيله اللي على الاقل كنعرفوا كيفاش نقدروا نديروا واحد الاستراتيجيه للمحاصره. فالمحاصره ديال هذا الكورونا فيروس كيخصو الانخراط الكلي. ما عندوش اليوم العلاج وما عندوش اللقاح، ولكن كاين واحد الوسائل بسيطه واللي من خلالكم كنطلبوا ان يكون الانخراط الكلي حتى ديال المواطنين، وهي الوسائل الوقائيه. فبالتالي شنو هي هذه الوسائل الوقائيه؟ وكما جاء في هذه الملصقات هذو اللي كنفرقوا وزاره الصحه صوبتهم، واللي كابسول اللي كذلك موزعين على منابر الاعلام، واللي غادي يتم اللي غادي تكون ان شاء الله في جميع لي ميديا. فبالتالي شنو هما هذه الوقايه؟ هي خاصنا نغسلوا اليدين. شنو هما المواد باش نغسلوا؟ الصابون كافي. الا كانت شي حاله ديال كورونا فيروس كاين بعض الوسائل الادويه، بعض المواد اللي كيمكن لها ديزانفيكتي هذاك الكورونا فيروس بواحد السهوله بسيطه. كخصنا نجتنبوا مناطق ديال الازدحام والاماكن اللي غير مكيفه وما فيهاش ما مهوياش. وكذلك كخصنا الانسان اللي كيكون غادي يعطس ولا شي حاجه يدير على الاقل يدو. فهادو مسائل بسيطه كيمكن لها تحاصر هذا الانتشار ديال الكورونا فيروس. الحمد لله ما كنسجلوا حتى شي حاله اليوم. وزاره الصحه ومع الشركاء ديالها واخده جميع التدابير باش تراقب عن كتب الدخول ديال الكورونا فيروس للمغرب. اذا انتم كتعرفوا وانتم على علم ان، ومن خلالكم كنعلموا المواطنين المغاربه ان جميع معابر ومداخل ديال المغرب فيها ادوات للترقب والترصد ديال هاد الناس اللي يقدروا يكونوا حاملين الكورونا فيروس. فبالتالي كيتم الاشعار ديال الخليه اللي كتراقب الكورونا فيروس. فوديك الساعه كاين هاد الاجراءات الاوليه اللي كنتاخذوا، هي كنقوموا الا كان حاله مشتبهه فبالتالي كيتم العزل ديالو حتى كنديروا التحاليل المخبريه. والتحاليل المخبريه هي اللي كتحدد لنا واش كيحمل الفيروس او ما كيحملش الفيروس. اليوم جميع الاشعارات اللي وصلوا لوزاره الصحه 27 حاله كلهم قمنا معاهم بنفس الطريقه وبنفس البروسيسوس، والحمد لله كلهم ما تسجلنا حتى شي حاله. فبالتالي شنو الاجراء الثاني؟ لو فرضنا انه كانت حاله وبائيه او حاله ديال كورونا، ما نهضروش على حاله وبائيه، نهضروا على حاله ديال كورونا فيروس، فغادي تبقى في نفس الحاله كيتم العزل ديالو. المده ديال العزل هي 14 يوم، وكيتم التحليل المخبري الاول والتحليل المخبري الثاني. ملي كيكونوا جوج ديال التحاليل المخبريه سلبيه كنقدروا نعلنوا على ان كاين علاج ديال هذه الحاله، بان شفاء هذا الشخص. فبالتالي اليوم هاد الاستراتيجيه هذه وزاره الصحه ضابطها من اولها الى اخرها. كذلك تم تعيين بزاف ديال المستشفيات اللي لا قدر الله كانت واحد الحاله كبيره، فبالتالي كيمكننا نتواجبوا معها ونحاصروها بالمواد واللوجيستيك اللي كيتوفر عليه البلد ديالنا، والحمد لله، ومن الطاقات وبالكفاءات. وكما جاء على لسان السيد رئيس الحكومه ان الحمد لله المهنيين ديال الصحه، وكنوه من هذا المنبر ان المجهودات اللي كتقوم فيها على جميع، لا من الصحه المدنيه ولا من الصحه العسكريه، ففي الحقيقه هذا مجهود كبير كيقوموا به، واللي الحمد لله اليوم كيتوفروا على واحد المهنيه. والتجارب الماضيه لا السراس ولا الايبولا ولا الاتش ان ا جعلت ان تكون عندنا تجربه كبيره في هذا الميدان. وفي الحقيقه فهو المغرب مثال يقتدى به، لان حتى المرصد الوطني للتتبع ديال المواطنين باول على حسب عبر المنابر ديالنا او المنابر الاعلاميه اللي كانت عنه جميعا. ف كما قلت في الاول، فبالتالي لازم
ننبهوا المواطنين ان راه ما كاينش شي خطوره كبيره اليوم بالنسبه للكورونا فيروس، رغم ان كنشوفوا التطور ديال هذه الحاله كورونا عبر العالم. فإلا لاحظتوا انه كاين بزاف ديال المدن اللي فيها وبزاف ديال البلدان اللي فيهم الكورونا فيروس راه ما تم لا حظر السفر لا. علاش؟ لان ما كاينش المنظمه العالميه للصحه واللي هي الاطار اللي كنتبعوه اللي كنتوجهوا، لان كاين عندنا كنعيطوا له لو ريغلومون سانيتير انترناسيونال اللي كل شي الدول العالميه كتنخرط فيه. فبالتالي المنظمه العالميه للصحه هي اللي بغيتي تقولوا المونيتور اللي كيمكن له ينبهنا وكيقول لنا ان التوجه. اليوم ما كاينش لا بونديمي، ما علناتش اليوم لا بونديمي. فبالتالي الحمد لله البلاد ديالنا كنتوفروا على واحد الترسانه باش يمكننا نحاصروا، وهذه الترسانه لازم نكملوها بالمجهود ديالكم والمجهود ديال الخيرات ديال الكل وديال المواطنين بالوسائل الوقائيه البسيطه. فكنشكركم مره اخرى وانا مستعد باش نجاوب على الاسئله الا كاين شي اسئله تقنيه اللي يمكننا نجاوبوا على هذا المنبر هذا. شكرا السيد الرئيس. يلا تكلف. الى قدر الله كانت حاله ما بين الاحتياطات اللي غادي يدير المغرب قلتوا ان غادي يعيش واحد العدد من التجمعات او المؤتمرات الدوليه. هل لكم مثلا شكون هي هذه المؤتمرات اللي يمكن لها هنا في المغرب؟ ثم السؤال الثاني وبالاطباء وهو قادر يواجه في ظروف جيده هذا المرض، لان كاين بلدان متقدمه وتعثرت في علاج او في حد هذا المرض. مثلا فين غادي نديروا هذا المرض؟ شكرا. لا السيده اللي قدامك سميتو تفضل. اليوم موضوع الحاله نعرفوا الاجراءات المهاجرين المغاربه، نعرفوا الثقافه المغربيه ان اي شخص يصاب بمرض او عدوى كيفضل يجي لبلادو كيقول بلادي تعالج او مشكلته شي الثاني كيتعلق بالاجراءات اللي غتساعدوا الان وطاب تعليق الشركه الرياضيه هذا الامر يتعلق هل يتعلق الامر بالموازين، وهل اذا لا قدر الله وكان شي حالات واش غادي نمشيو حتى الجمعه ونمشيو. شكرا تفضل. مرحبا هشام العمراني موقع الاشكال. السيد رئيس الحكومه عندي واحد السؤال. هو ملي كتعلن في شي بلاد شي اصابه ما، اول حاجه كيديرها المواطن كيمشي يمشي ديالو المؤونه. واش الحكومه فكرت في هذا الجانب هذا؟ لان بعض الدول عرفت نفاذ المواد الاساسيه. الحكومه واش عندها شي خطه بديله لا قدر الله تم الاعلان مثلا على حاله في شي مدينه ما، كيفاش تزودها بالمواد الاوليه ديالها وكيفاش انها تخلي المواطن الان انه ياخذ احتياطاته بلا ما تديك الدرجه الاخيره تديك اللحظه الاخيره. شكرا تفضل. يلا خويا حي. كما نعلم انه الايام الماضيه تم الحديث على نتاج كمامات من الصيدليات، ونحن نعرف ان المغرب يمكن ان يعد هذه الكمامات، ولكن أليس على رئاسة الحكومة وزارة الصحة فشي تحقيق من أجل إيقاف ثقافة الاحتكار المنتشرة عند البعض؟ لأن ممكن الكمامات يكون اليوم ممكن بعض الأشياء الأخرى المتعلقة بالفيروس إما الغذاء إما أشياء أخرى. شكرا. هي يمكن تحقيق. واضح. تفضل. شكرا. تفضل تفضلتي.
مستوى هذه اللجنه واش تم اضافه دول اخرى مثلا دول عربيه. كنعرفوا ان الدول العربيه هذه الساعات الاخيره تم رصد مجموعه من الحالات، يعني في ارتفاع على مستوى الحالات المؤكده. ثاني حاجه بالنسبه لكاس واش غادي يتم اضافه هذه الدوله، لانه كنعرفوا مثلا فرنسا وعدد من الدول رصدت اصابات جاتها من النساء، في حين ان مسؤولين المسلمين كيقولوا انه ما فيش حاله لحد دابا كيعالجوا على الداتا، ولكن كاين واحد النوع من الضبابيه في الانسان. شكرا. تفضل. معلوم السيد الرئيس انه منذ صحفي كان واحد الاجتماع ديال جلسه العمل جلاله الملك عطات تعليمات موجهه للحكومه والمصالح المختصه. كنعرفوا انه المصالح العسكريه يعني متقدمه مثل هذه الظواهر الى اي حد يمكن التنسيق ويعني ما بين وزاره الصحه والطب العسكري لمواجهه هذا الطريق الى حد الساعه. شكرا. تفضل تبدا. نشوفك مزيان. شنو هو العدد اللي توفر عليه منظمات الصحه العالميه وشحال العدد كان تيستيو وشي الوجود ديال كورونا فيروس؟ اكيد. تفضل. شكرا. تفضل. تفضل. اخر سؤال. كيف ما كنعرفوا انه الولاد تكلمتوا على من وسائل الوقايه هو غسل اليدين. حنا كنعرفوا ان عندنا واحد الكارثه في المغرب اللي هي المؤسسات التعليميه العموميه والمرافق الصحيه فيها ما كتوفرش لا على روبين لا على صابون لا على وسائل اللي ممكن انه هو الاطفال منين نبغوا منهم انهم يغسلوا يدهم في المؤسسه ما كايناش. واش كتفكروا في هذه المساله واش غتكون فيها اجراءات اللي هي استباقيه وما المفروض خلينا ندوزو هاد الفوج ومن بعد نزيدو فوج. يلا سير. وفق التصريحات التي بها يعني وزاره الصحه في الوصفه وفق يعني تصريح الفقيه اللجنه التكليف السيد يعني وزاره الصحه انه كل مستشفى اقليمي جهز بغرفه واحده فقط. برايكم يعني هل تجهيز يعني غرفه واحده فقط تكفي؟ وهل يعني مختبرين في المغرب كافيين يعني الحقيقه ديال انتم خصكم تعرفوا حتى في التسجيل ديال الوباء لازم كيكونوا واحد كنختاروا في الاول واحد جوج ديال المختبرات اللي عندها بعض المعايير اللي يمكن لها هي الاولانيه كتبدا وكتكون الارتكاز عليها باش دير هذوك التحاليل. حنا في المغرب عندنا جوج ديال لي لابوراتوار دو ريفيرونس اللي هما ليناش والانستيتوت دو باستور، ولكن هذا ما يمنعش انه جميع المراكز الاستشفائيه الجامعيه كتوفر على المعدات باش يمكن لها دير هذا التحليل. اليوم ما محتاجينش ليه باش يمكننا نديرو نعمموا على الجميع. منين يكون عندنا الحالات المشتبه فيهم كثير ويكون عندنا خاصنا واحد الضروره ان نجاوبوا بسرعه، فبالتالي غادي يكون التعميم. يعني كنقول لكم هذا كورونا فيروس فيه واحد الحاله ديال التطور، يعني حنا غاديين في واحد السجل دينامي كنتطوروا مع الامر. ما يمكنش نجيو نقول لكم ها هو الوضع كيفاش غنتعاملوا معاه بطريقه جدريه لا ما يمكنش. غادي نتطوروا معاه وغنتماشاو معاه على حسب التطور ديالو هو. حتى حنا كنطلعوا الا هو زاد في الخطوره ديالو حتى حنا كنزيدوا من الدرجه ديال الترصد ومن الدرجه ديال اليقظه. كيف المنظمه العالميه للصحه
بدات في الاول ما كانتش حالات ديال اليقظه، ولات من بعد حالات اليقظه قصوى، وهكذا كنتعاملوا معاه. شرطوا كذلك يعني الاسره واش كافيه ولا ما كافيه. المستشفيات اليوم عندنا 671 سرير مخصصه لا قدر الله الا كانت شي حاله وباء كبيره، ولكن في جميع المستشفيات كاين واحد الخليه او جوج خاصه للعزله بواحد الطريقه خاصه. يعني اننا كنتوفروا اليوم 6 ديال لي شومبر ابريسيون نيجاتيف اللي هما 5 موبيل ووحده فيكس، حيت ماشي بالضروره ان كل شيء غادي يدوز من داك لابريسيون نيجاتيف. يعني كنا ندوزو من لابريسيون نيجاتيف الا كانت واحد الحاله قصوى، فبالتالي ربما ما غاديش واحد الدرجه قصوى يمكن ما نحتاجوهاش. شرطوا كذلك على ان واش البلاد كتوفر على ليكيت باش دير التحاليل، كتوفر على ليكيت باش دير التحاليل، وهذا الوباء هذا كيعرف دعم دولي. حتى المنظمه العالميه للصحه كتواكب جميع الدول اللي فيها هذا الوباء باش بالنسبه لهذه المعيدات. حتى كذلك بالنسبه للكمامات اللي حطوا السؤال على الكمامات، فالكمامات عندنا في المغرب انتم خصكم تعرفوا ان مصنعين في المغرب اللي منهم الدرك الملكي، منهم الوقايه المدنيه اللي هما تابعين للدوله، ومنهم شركات مغربيه اللي كيتوفروا لنا على واحد الاحتياطي باش يمكننا مع هذا. ولكن حاجه مهمه واللي يمكن لكم كنطلبوا منكم تعاونونا فيها، ان الشروط ديال الاستعمال ديال هذه الكمامه خصنا نعرفوه. راه الكمامه ما صالحاش الانسان العادي، راه خص اللي يديرها هو المريض، اللي يديرها المريض باش يوقي الناس اللي حولاه. اما الناس اللي هما عاديين ما صالحه لهمش، ما كديرلهمش الوقايه. والكمامه من نوع من الفصيله ديال FFP2 هذيك خاصه للمهنيين وكنستعملوها كل 6 سوايع كتبدل. فبالتالي عندنا ما يكفي، عندنا مخزون ديال 12 مليون ديال الكمامه اللي يمكننا نستعملوه وقت ما احتاجينا، وقت ما دعت الدار، وكنخلقوا واحد الارتباك واحد الهلع بين المواطنين. المواطن ما خصوش يتعامل عادي ولا سيما اننا ما كنسجلوا حتى شي حاله في المغرب. كاين اسئله اخرى كتعلق ان واش من العلاقه ما بين الصحه العسكريه والصحه والمستشفى العسكري والمستشفى المدني. حنا كنتعاملوا في نفس اللجنه. اليوم كانت عندنا اجتماع ديال لو كوميتي سيونتيفيك، يعني اللجنه ديال العلميين الاساتذه اللي هما فشنو هو لو بلان اورسيك، يعني شنو هي الدرجه اللي يمكننا نوصلوا لها. فالاساتذه خدامين معنا لا عسكريين ولا مدنيين. هذه سيت اون كوز ناسيونال، هذا راه يعني مساله كل شيء كينخرط فيها. كان السؤال على كذلك المساله ديال الهليكوبتر لي سمير كتخدم للضروره. يعني اليوم الا كتهضر على الترونسبور ديال الوباء، حنا عندنا جميع الترسانه ديال ليزومبيلونس اللي كافيانا باش يمكننا كتوفر على السامي ديالها، وكل سامي كيتوفر على الترسانه. فبالتالي داك التنقل اللي غيصلح لنا من بالهليكوبتر غيصلح لنا المناطق النائيه واللي بعيده. كذلك كانت بالنسبه كان سؤال بالنسبه الحاله ملي كتكون شخص ما كان قال اذا كانت حاله بوزيتيف فيها كنتعاملوا معها كانها حالات فيها الفيروس حتى كيتبت العكس. فبالتالي كيتم العزل ديالو. لا قدر الله ان هذيك الحاله ما تثبتش انها سلبيه وكانت بوزيتيف، راه هو في نفس الطريقه ديال العلاج، راه هو تما معزول كيبقى في هذاك الوقت ديال العزله ديالو. كانت عنده اعراض جانبيه كنعطيوه الدواء على 14 يوم وكيدار ليه تحليله، ومنين كتكون التحليله سلبيه كنقولوا راه تمتثل للشفاء، كيمكن له يخرج عادي للبيئه ديالو. فبالتالي ملي كيكون هذاك الحاله ايجابيه، المصالح الصحيه ومع الخليات اللي كتكلف بالمصالح بالترصد كيخصهم يمتثلوا الشروط ديال الوقايه. وديك الساعه كيكون واحد التتبع 2 المرات في النهار، الحراره وهو كذلك واش عنده اعراض ولا ما عندوش اعراض باش يمكن له يجي بسرعه. فحتى هو غادي ديك الساعه ينخرط في ذاك العزله. هذه الطريقه هذه علاش كنقول لكم في الاول الانخراط ديال الجميع الكلي باش نحاولوا نقدروا نحاصروا جميعا بهذه الوقايه، نحاصروا هذا الفيروس الا قدر الله دخل، والحمد لله ان ربي حافظها بلادنا اليوم. كذلك كان سؤال بالنسبه وقيل هذا نخليهم السيد رئيس الحكومه على بالنسبه لايطاليا وبالنسبه تفضل السيد رئيس الحكومه. الاسئله اللي صعيبه خليها لي. شكرا. انا كنمزحكم. لا ما كاين مشكل. شكرا السيد الوزير على التوضيحات. ومره اخرى ناكد واحد القضيه قال السيد الوزير بمجموعه الامور. اولا وقبل كل شيء هذا المرض بهذا الفيروس
هو من بين الأمراض اللي نسبة الشفاء فيها عالية. 50% من الحالات الآن التي أصيبت عبر العالم الآن ثبت شفاؤها. إذا بعدها مراقبة شديدة على جميع المداخل وتتبع، وبطبيعة الحال يمكن تلجؤوا أي مواطن اللي يشك فيه هو ولا شي واحد من العائلة ديالو اللي جا من الخارج شي حاجة يمكن يلجأ للجهات الصحية بسهولة. كاين واحد جوج أسئلة مرتبطين بالمؤتمرات التي ستلغى أو تؤجل والأنشطة الرياضية والثقافية. احنا دابا ماشي قرار بمعنى جميع الأنشطة الثقافية والرياضية وجميع المؤتمر، لا، قلنا هذه عملية غادي تبدا وفق السياق. بطبيعة الحال واحد نشاط رياضي وطني راه ما عنده علاقة بالخارج. احنا كنذكروا على التظاهرات اللي فيها أجانب كتار واللي غادي يجيو من دول متعددة اللي فيها أصلا هذه كاين الدراسة، راه ماشي احنا بوحدنا اللي غادي نديروها، راه كثير من الدول ديال الجوار راه لغاو أنشطة رياضية ولغاو الأنشطة السياحية، لغاو أنشطة ثقافية، لغاو عدد من المؤتمرات حتى هما، ولكن كيلغيو الحاجة اللي هي ضرورية. كل شيء غادي يستمر كما هو، ولكن نهار نشوفوا بأن شي حاجة فيها كاين شي اشتباه ولا شي خطر، آنذاك سيكون شي قرار لإلغاء نشاط أو اسمه. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية قيل بالنسبة للناس اللي كيدخلوا، راه المهم المراقبة كاينة. المغاربة اللي في إيطاليا اتخذوا الاحتياطات تما، هما يتخذوا الاحتياطات، وهنا غادي يخضعوا المراقبة. لا، راه في المطارات أي واحد جا من إيطاليا دابا الآن راه كيدوز في هذاك المقياس الحراري وكتخذ المعلومات والمعطيات ديالو، وعنده كتعطى ليه هاد المطويات باش يدير احتياطات، وحتى هو جزء من المسؤوليه، والاسره ديالو كتكون عنده المسؤوليه، هو يراقب راسو. الا جاتو السخانه في 3 ايام 4 ايام 10 ايام اللي من بعد الدخول ديالو يمشي للجهات الصحيه مباشره وكتاخذ القرارات. هذه ماشي خطر كبير فهمتيني، وانما خصنا ناخذوا الاحتياطات. اذا هذا بالنسبه ما كاين حتى شعات، ما خصناش ندخلوا اي حاجه. لا، الحالات التي سجلت واللي جات من دولة عربية أو دول عربية هي في الغالب حالات من الخارج ديالها، جات وخرجت، ماشي حالات ديال هذوك الدول. هذيك الدول العربية كيسافروا كل نهار إلى أوروبا وإلى أمريكا وإلى دول أخرى وما تسجلوش منهم حالات. دابا كاين ثاني واحد اسمه حتى دول الخليج اللي فيها عدد من الحالات، أغلب الحالات جات من الخارج، لأن عندهم كثير من المواطنين ديالهم في دول الآن منتشر فيها هذا الوباء، فلذلك هما كيرصدوه في المطار وكيقولوا رصدنا حاله جديده، ولكن رصدوها في المطار ومشاو الدوله المستشفى اما للمراقبه الصحيه او عطاوه كيفاش يدير المراقبه الصحيه في دارو الى اخره. لان في جميع الدول راه ماشي جميع الحالات المشتبه فيها او حتى المريضه كتدخل المستشفى، وانما كتعطى ليه القواعد باش يتعامل في المجتمع ديال ما يعاديش الاخرين، يدير هو الكمامه بالنسبه للمريض فقط، القناع هذيك الكمامه غير المريض، اما الصحيح لا حاجه اليه. المواطنين يهتموا ما يقلبوا على الكمامات، ما يمشيوا للصيدليات ما لا مفيد لهم، لانه هو المرض كينتقل بالرذاذ الطفال، فلذلك راه يمكن يكون الطفال هنا بس يديرها المريض باش هو ما يعاديش الاخرين، باش نفهموا الديناميكيه. الا الاطر الصحيه التي هي كدير الكمامه لان هي معرضه للتغييرات الصحيه وهم عارفينها، ولكن المواطنين العاديين ما خصهمش يعمروا راسهم بهذا الشيء ديال الكمامات، خصهم يغسلوا يديهم مزيان، وخصهم في التجمعات وداك الشيء يحضروا. ولا كان شي واحد كيكحاب ولا شي واحد الا كان شي حاجه ديال شي حاله مثل هذا باش يديروا، كيمشي يشري 20 خبزه لان كيفكر 20 يوم راه الخبز ما يبقاش يلقاو الاخرين، لانه باش ما يوقعش حاله ارتباك في هذا الشيء. كلنا جميعا نكون مسؤولين ونساعدوه في هذا الشيء، ما كاينش حل اخر، ما كاينش حلول سحريه. راه الدول بما فيها المتقدمه اللي كتعيش مثل هذه الحاله كتعيش اشكالات من هذا النوع نتيجه السلوك الاجتماعي. الا حسنا السلوك الاجتماعي ديالنا وكان منضبط راه ما غادي يكون والو، ما غادي يكونش ان شاء الله. ونحن انطلاقا من الاحتياطات اللي كاينه حنا نتمنوا على الله انطلاقا الاحتياطات ان شاء الله ما يدخل عندنا حتى شي واحد مريض، ولا الا دخل نديه مباشره للمستشفى لا كنتاكدوا منه كما هو بالنسبه لهذه الحالات المشتبه فيها 27 اللي دخلت واشتبه فيها وتبين في الاخر بانها الحمد لله ما مقيوسه غير مصابه.
اذا هذا هو. كاين شي حاجه اخرى؟ صافي، شكرا جزيلا. لا اصبر تفضل. هذا السيد هذا طلع من قبيله الجنه. يلا تفضل. كثر على الثمن. لا تفضل. اصبر. ما يخرجوش الناس، غادي يبقوا هذيك الصفوف والتاخرات. محدد اللي جاي من كذا، اللي جاي من كذا، فهمتني؟ اللي عندي فيهم واحد الحاله وبائيه، تكون الاحتياطات والاجراءات